مساء الجمال عليكم. النهارده هعمل اكل سريع كده، فيليه ورز ببصل اللي هو الرز السمك. طبعا علشان خاطر عندنا امتحانات، فالواحد مش فاضي اليومين دول. ربنا ينجح ولادنا كلهم يا رب بحق تعبنا معاهم. فانا دلوقتي دي بصلايه كبيره حمرتها زي ما انتم شايفين، وكنت مسخنه شويه ميه في الكاتل. طبعا احنا منزودش ميه كتير في موضوع الرز عشان خاطر ما يعجنش معانا، يبقى طالع مفلفل. وهو دوت كده اللون اللي انا عايزاه للبصله. وهنحط الميه على البصل على طول، وهنحط التوابل اللي انا هقول لكم عليها. انا دلوقتي حطيت الميه وحطيت مرقه خضروات، قالب مرقه خضروات، وحطيت معلقه قرفه صغيره، وهفضل ادوب كده. وهحط دلوقتي صلصه. دي الصلصه بتاعتي انا كنت شايلاها، هحطها معاها وهفضل اقلبها كده. واحط دلوقتي بقى فلفل اسود وكمون وكزبره وتوم بودر وبصل بودر والملح بتاعي. انا الميه كده بتغلي معايا اهي، تمام. هبتدي ان انا احط الرز بتاعي. انا دلوقتي حطيت الرز بتاعي، قلبيه وبعد كده غطيه. اول ما يبتدي ان هو يتشرب قلبي فيه وحطي الشياطه من تحت، وما تزوديش ميه عن كده عشان ما يعجنش معاكي. لو احتاج في السوا بتاعه وتيجي تدوقيه اول ما يتشرب الميه ويبتدي ان هو يستوي، لو احتاج ان هو تحطي شويه ميه، حطي شويه ميه من فوق الوش سخنه، رشيها كده بالكتل، بس ما تزوديش ميه نهائي لحد ما تشوفي الرز بتاعك استوى ولا لا. في رزايه بتشرب ميه كتير، وفي رز ما بيشربش ميه كتير، ولو زودتيله ميه بيعجن. تمام. هوريكم بقى هنعمل فيليه ازاي. الفيليه بتاعي ده انا كنت متبلاه من امبارح. طبعا غسلته كويس جدا عشان خاطر بقى طبعا الزفاره بتاعته. وبعد ما غسلته صفيته في المصفى، وحضرت معلقه كبيره من الثوم ومعلقه كبيره من هريسه الشطه، او اللي هي الدقه الحمراء اللي بنقول عليها. هرست الشطه طبعا معلقه واحده. وبعد كده حطيت معلقه صغيره من الكمون ومعلقه صغيره من الكزبره والثوم بودر والبصل بودر وحبهان مطحون ربع معلقه، وورق لوري مطحون ربع معلقه، وبابريكا معلقه بابريكا صغيره. وطبعا المرقه بتاعتنا اللي انا كنت قايله لكم عليها اللي هي الفوريه معلقه صغيره برضو. وحطيت ربع معلقه من السبع بهارات، وقلبيهم كويس جدا. ولو انت هتعمليها في نفس اليوم هتسيبيها ساعة، غطيها بأي كيس بلاستيك أو طبق وحطيها في التلاجة لمدة ساعة. وهتبتدي بقى ان انت تحضري الدقيق بتاعك. ده الدقيق بتاعي ده كوباية دقيق مع معلقة نشا، معلقة بابريكا حمرا، معلقة كزبرة، كله ده معالق صغيرة. ما عدا النشا معلقه كبيره، معلقه بابريكا طبعا صغيره، معلقه كزبره صغيره، معلقه فلفل اسود، معلقه كمون، توم باودر وبصل باودر والملح بتاعي. طبعا انا ما بحطش ملح كتير علشان خاطر انا حاطه ملح هنا في الفيليه، فطبعا عشان خاطر ما يبقاش مملح قوي انا حاطه هنا معلقه صغيره، اما هنا حاطه ربع معلقه من الملح. تمام. طبعا عشان خاطر فيها المرقه الفوريه معلقه صغيره، فما يبقاش الموضوع معاكي يبقى حادق. فهنقلبها دلوقتي وهنبتدي ان احنا نتبل. طبعا انا تبلتها، ولما بتيجي تحطيها في الدقيق لازم تتكي عليها كويس جدا، تضغطي بايدك علشان خاطر الدقيق والنشا والتوابل كلها تبقى في عمق الفيليه بتاعك. تمام. ومنقطعه التقطيع ده، يعني ما تقطعيش اصغر من كده ولا تقطعي اكبر من كده، وما بيتكشش. دي الفيليه بتاعنا. طبعا انت بتحطي الفيليه بتاعنا فين؟ بتحطيه في الفريزر لمدة ساعة الا ربع او نص ساعة. وبعد كده بتكوني مسخنة الزيت كويس جدا، وبتعملي جنبيها شوية سلطة وشوية الرز، وبألف هنا والشفا. طبعا الفريزر عشان خاطر يمسك الخلطة اللي انت عاملاها، بتبقى مقرمشه واكنك بالظبط جايبه الفيليه من بره. بألف هنا والشفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم.